شطارتك بقى ان انت تتتبع القرآن وترتله ترتيلا، يعني تمشي وراه عشان تفك الشفرة بتاعته، لانه ما نزلش غير متشفر عشان ما يتحرفش. لو هو ساب القرآن زي الكتب السابقة كانت اقطع ورقة وشيل واشطب على دي، ما هو كان محكي. بدأ الإله الخلق كذا وكذا، ثم خلق آدم من كذا وكذا، ثم نفخ فيه من روحه فكذا، ثم بقي على كذا وكذا. ده كده مكتوب، فصفحة ورا صفحة ورا صفحة اقطع شيل. طب خلاص شيل دي، بلاش دي مش ماشية معانا دي. فانت فاهم؟ ناخد القرآن لا ما نعرفش نعمل كده ليه؟ نسيج القارعة ما القارعة مع بعض غير اما انت تفهم الأول عشان ما حدش يعرف يشيل. فانت ما فيش كلمة اتشالت، لان هم هيشيلوا ايه؟ هيشيلها ليه اصلا؟ هيلعب في واو وهيلعب في فيه، لكن برضو النسيج نفسه حته واحده والصور ورا بعض والالفاظ والمصطلحات ورا بعض. يعني تلاقي كلمه العير في يوسف موجوده مرتين ووراها بعير، حمل بعير. بيحاول يربط لك كلمات معينه دايما، ما هو نسيج متصل. وهتلاقي الايه اللي قبلها الباقيات الصالحات في الكهف ويعيدها تاني بعدها بشويه في مريم. ليه؟ هو كده النسيج بتاعنا كده، لان ترتيبه فيه اعجاز. يعني هو القران بس مش ترتيب، مش اعجازه نزوله، لا ده اعجازه في ترتيبه، لان بعد ما نزل باحداث اترتب تاني. فبقى انت تبدا بالبقره مع ان اللي اول ما نزل اقرا. ليه يا باشا؟ لا انت النهارده هتقرا دماغ واحد مودرن، فواحد عايش وسط المسيحيين واليهود والكفار والمشركين والملاحده، وواحد عايش حياه غفله فمحتاج اكلمه بالعقليه الجديده. لكن عقليه قريش لا، عقليه قريش كانت مشركه بس. احنا 4، احنا بنعبد 5 6 اصنام والاله اللي فوق، فاحنا عايزين نقول لك لا، ال6 اللي تحت مش موجودين. فانا بتوعدك خلي بالك، انت قاعد هنا بتقضي دين. افتكروا ابراهيم، طب افتكروا طوفان نوح، طب افتكروا كذا. الاله قادر وعنده يعرف يعذبك، انت فاهم؟ فهو ده الكلام، هو بيعمل لك كده، هو بيقول لك كده. التناسق النغمي في القرآن موجود. تعال اتفرج على سورة الشعراء ولا كأنها معمولة للشعراء. سورة الشعراء، شوف سورة الشعراء مكتوبة ازاي، متقالة ازاي، واتفرج على النغم اللي فيها. سورة النجم، كل من جمع الحديث نشكره، كل من جمع الحديث نشكره ونحمد الله انه سعى في ذلك. واحنا بقى عندنا اساتذه زي ابو اسحاق الحويني رحمه الله عليه والالباني صححوا وجمعوا من اول وجديد. يعني الالباني صحح فوق الصحيح، فبقى عنده صح